اليوم جبت لكم وصفة السفيرية الجزائرية العاصمية 100%. ما كاش بيت جزائري في رمضان ما يحضروش فيه السفيرية. حنا نديروها لو دوزيام جور تاع رمضان. قولوا لي نتوما اسكو ديروها دوزيام جور ولا تروازيام جور؟ جات مجمرة كيما يحب الخاطر. ما عليكم غير تبعوا معايا المقادير تجيب بزاف بنينة. في طاجين ديت شوية تاع الزيت مع مغرف صغيرة تاع السمن، خليتهم يسخنوا. ديت حبة بصل تكون كبيرة مقطعة مكعبات صغار، خليتها تقلى مع اطراف الدجاج، ملح، فلفل الكحل وعود تاع قرفة. هذا واش ندير. كنت لافاي شمخت الحميصة ديالي تاكاريدو، ديت منها تقدروا تقولوا كاس ونص تاع حميصه، درتها فوق الدجاج مع فنجان تاع الماء وخليتهم يتقلاو واحد ربع ساعه. غير ما تقلاو لي ربع ساعه نمرق بما سخون وخليها طيب لي. نقولوا سفيريه نقولوا الخبز البايت. كانت عندي خبزه بايته شمختها بالحليب حتى تشمخ لي 3 حبه تاع ولاد الدجاج مع شويه تاع الفرماج، تقدروا تقولوا 3 مغارف تاع الفرماج، مغرفه كبيره تاع لا شابلور، خميره كيميائيه تقدروا تقولوا 5 غرامات، وهنا شويه قرفه وشويه تاع المزهر. ما ديروش الفلفل الكحل وما ديروش الملح. طميتهم كامل، درتهم ديبول تقدروا تقولوا 30 غرام البوليه، قليتهم في زيت تكون سخونه. شوفوا ما يتفتحوا ما والو، يجوكم بزاف شابين. هنايا لا دورير تاعها كيما يحب الخاطر. على بالي السفيريه هذه لو كان تجربوها راح تعجبكم بالبزاف. المرقه تاعي بعد ما طابت لي بريزونتيتها في الطاجين مع هذاك الدجاج، نحيته حمرته في الفور. وشوفوا لا بريزونطاسيون شحال جات شابه. جربوها وقولوا لي عليه.